السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. آسف إن أنا بقالي فترة طويلة ما بطلعش على السوشيال ميديا وما بتكلمش في حاجة اليومين دولت، ولكن أنا اضطرني الأستاذ خير الكومي لما سجل اسمي في البث بتاعه بتلميحات سخيفة ما قدرتش أقبلها، وأنا ما رضيتش أطلع في نفس اليوم لأن فعلا كنت متعصب، فحاولت إن أنا أهدى علشان ما احبش ان اغلط في حد، وزي ما بحبش ان حد اغلط في حد ما بحبش حد يغلط في حقي، بخصوص ان انا مشيت من المستشفى والطريقه اللي مشيت بيها، وان هو كلم الدكتور عبد الرحمن، ولما عرف السبب سكت. وسكت دي تحمل وجوه كتير جدا، وزي ما الاستاذ خير الكومي دايما بيقول انا ما باخد معلومه بحاول اتقصى منها واحاول اعرف مصداقيتها، لا هو ما عملش كده خالص، هو خد وسكت واشعها ووصلني اللي اشاعه. فحابب اقول حاجه واحده بس، هحكي انا مشيت ليه. اولا انا ما اشتغلتش مع الدكتور عبد الرحمن اكتر من 14 يوم. في ال 14 يوم دولت اختلفنا 3 مرات، اختلفنا 3 مرات. الدكتور عبد الرحمن مشكلته ان هو دايما صوته عالي، دايما بيزعق. راجل مدير مفيش مشكله، بس الاداره مش كده برضه. ما عندوش برضه، ما بيحاولش ان هو يفرق ما بين ان الراجل ده موظف معايا وموظف او شغال عندي. دي مشكله بالنسبه له، يعني مش قادر يعني يفرق ما بين دي ودي. الموظفين موظفين حكومه على فكره، كلهم شغالين عند الدوله بما مفهوم حضرتك يعني. طبعا اختلفنا 3 مرات، منهم اخر مره كان بسبب نقل اخر مكتب كنا بننقله كان مكتب الملفات. كنا بننقلوه نودوه من المكتب مكان العيادات اللي الموجود الحالي، بنوديه المدرسة اللي فيها كلام كتير، واللي الناس اتكلمت فيها كتير، واللي لغاية البث كان خيري بينكر ان الناس كانت في المدرسة ويقول لك ده كان في الدور الارضي. لا، كانت في المدرسة كلها يا خيري، وانا اللي ناقلهم، انا اللي ناقلهم بنفسي. وعلى فكرة انا حذرت الدكتور عبد الرحمن وقلت له بلاش نقل في المدرسة، وموجودة معايا السكرينة لسه لغاية دلوقتي على الواتس، واتكلمت معاه مباشر قلت له بلاش المدرسة، المدرسة عليها مشاكل وقايلة للسقوط، وفي الدور الأخراني فيه أوضة واقعة خالص، يعني ممكن تنهال على الناس اللي فيه. المهم عشان نتجوز الكلام ده، ومع ذلك هو أصر يعني. آه آه جينا اختلفنا، زعق، كلمني بأسلوب مش كويس، فأنا ما قبلتش الأسلوب ده ومشى. حتى من ضمن النوادر ان كان عايزني اطلع العمال يكنسوا الشارع اللي بره قدام المحلات، يعني من ضمن الحاجات يعني. فانا قلت له لا يا دكتور معلش، الشارع ده تبع المحليات مش تبعنا، احنا تعاقدنا داخل جوه داخل سور المستشفى مش براه. فما عجبوش ردي يعني. المهم زعق شويه وبتاع وهل. فانا جالي تليفون، والدتي في الوقت ده كانت تعبانه وكانت بتكشف في كفر الشيخ عند دكتور قلب كبير، دكتور وائل حسيب، وقال لها لازم تركبي جهاز في تنظيم ضربات القلب، وهي رافضه. فبتكلم مع اختي في التليفون، طبعا مع الموقف ده فصوتي علا، فاحد الشخصيات اللي موجود معاه من اللي بيلفوا معاه، وهو برضه مش موظف يعني، هو زي حالاتنا كده، قال له ده هو بيشتمك، وبيشتم ابوك وبيشتم امك.
انا بقسم لك ان ما حصل. اقسم بالله ما حصل ان شتمت لا ابوك ولا امك، ولو كنت شتمتهم كنت هشتمهم في وشك. انت ما انتش يعني انا اللي يعرفني يعرف ان انا ما بيهمنيش حد، ومش سهل ان انا اغلط، بس لو غلطت بقول انا غلطت، ولو عملت بقول انا عملت. ما بخافش من حد والله، ولا بخاف من الناس اللي انت بتهدد بيهم. يعني انت كل يوم كل اللي يختلف معاك انا هجيب لك الجهاز الفلاني، اللي يختلف معاك انا هجيب لك الجهاز الفلاني، اللي يختلف معاك تروح تعمل فيه محضر شرطه. الناس دي والاجهزه دي فاهمه وعارفه هي بتتعامل مع مين. الناس دي ما بتحميش فاسد، الناس دي ما بتدعمش شخص، الناس دي بتدعم دولة بشعبها، دولة بشعبها. فدور ان انت واصل لهم وكل شوية تهدد الناس بيهم، ده اسلوب ما يمشيش وما ياكلش مع بتوع سيدي سالم بالاخص، ما ياكلش مع بتوع سيدي سالم بالاخص. فانا عشان بس ايه انا حابب اوضح، لان برضو وصلني ان انت هتبلغ عني الامن الوطني هتبلغ عني الامن الوطني. هو محمد سليمان ايه؟ محمد سليمان شال الثوره على كتافه. محمد سليمان اللي كان بيجري في الشوارع بالليل يمضي تمرد، ده محمد سليمان ده اللي انت ما تعرفوش. محمد سليمان ما بيقولش غير الحق. محمد سليمان ده اللي واقف طول عمره من اول ما قالوا يا عمل عام وانا فتحت خدمه رجلين الناس. انا ما بتاجرش بالكلام ده، بس برضه مش هينفع انت تهددني. عيب، عيب. والاستاذ خيري يطلع كل 5 دقايق يهدد. عيب يا استاذ خيري، حضرتك مش رقيب على حد، وبقولها لك. انت مش الاعلامي الوحيد، ولا انت الصحفي الوحيد، ولا انت مسؤول عن كلام حد، ولا انت مسؤول عن رأي حد. انت لك رأيك الشخصي بطولك، ما تقدرش تأثر على آراء الناس ولا تحجر عليهم. كل البيانات اللي بتطلعها كذب، وانت عارف ان هي كذب. لا مش عارف ان هي كذب، ده انت عارف الحقيقة بتاعتها وكنت عايشها. عيب يا خيري، عيب يا دكتور عبد الرحمن. ان كنت زي ما خيري بيقول ان حضرتك دكتور او غيرك دكتور وابوه صرف عليه ياما، فاحنا ابهاتنا صرفت علينا ملايين. احنا من عائلات، احنا من عائلات. وهقول لحضرتك انا اخوالي جماعه سرحان، انت ما تعرفش فيهم ولا واحد، وانا متاكد من اللي انا بقوله، ولا هم يعرفوك. عيله سرحان في سيدي سالم معروفين بالادب، عيله سرحان معروفين بالاحترام. عيله سرحان هنا ما بتغلطش في حد، عيله سرحان هنا ماشيه باحترامها ما بين الناس، ما فيهمش واحد غلاط، ما فيهمش واحد يقل ادبه على الناس. عمرهم ما غلطوا في واحد، وعمر ما واحد غلط فيهم. يمكن والدك يعرف الكلام ده، يمكن والدك يعرف الكلام ده. فعيب من ناحيه انت لا مش من سلسال يا خيري. الدكتور عبد الرحمن مش من سلسال، ليه عيله هنا وليه اسم عيله هنا الله اعلم، وقريبهم فعلا ولا لا. ليه اسم عيله هنا انما هو مش من سلسال. ومش انت اللي تقول يا خيري هو من سلسال ولا بره من سلسال، ولا انا. لا بس هو فعليا محل اقامه مش من سلسال، ما شفناهوش قبل كده، ما عرفناهوش قبل كده. فبلاش تلبيس طوائي، وبلاش الاسلوب ده. العمليه ما هيش زعيه يا خيري، بلاش الاسلوب ده. وانت تعرف كويس محمد سليمان، محمد سليمان اشرف من اي حد، اشرف من اي حد، وايده انضف من اي حد. انا متربى على طبليه وابويا خيري، فاهم كلامي طبعا. انا متربى على طبليه ابويا، مش لحاس طبالي. انا متربي على طبليه ابويا
انا ابويا الاستاذ سليمان نصار مدير عام بنك التنميه. وصلك؟ عيلتي تسد الشمس. فعيب، عيب. انا مش حابب اتكلم في الكلام ده، بس هتكلم بعد كده في المستشفى والصح والغلط فيها، وهبين كل غلطة فيها من اللي جاي. على فكرة من كلامك انت يا خيري، هاخد من كلامك انت يا خيري، وهاخد من كلام الدكتور عبد الرحمن، وهنفنط كل كلام. نرجع لموضوعنا تاني، وازاي انا مشيت. المهم اتشكلنا بعد الشكلة والزعيق الكلام ده كله مع بعضه. خدت بعضي ودخلت جوه، فلقيت بعدها بشوية دخلت جوه فلقيت الأخ اللي هو قال له إن أنا غلطت فيه وشتمته أبوه وأمه وبتاع. أنا مش مدي إخوان، أنا ما أعرفش هو قال له ولا ما قالوش، أنا ما أعرفش أصلا إيه اللي دار بينهم يعني. بس أنا الوضعية ما تخليش الواحد يعرف يشتغل، ورفضت الشغل بالطريقة ديت، فدخلت أعمل استقالة. كتبت الاستقالة. الدكتورة حنان طول بالك يا أستاذ محمد. قلت لها لا، ما عادش هينفع، ما ينفعش اشتغل معاه. على دخلة احمد اللي هو جاي معاه. عفوا. قلت له استنى يا احمد عشان عايزك. قال لي في إيه؟ قلت له طول بالك عشان تاخد ورقه الدكتور عبد الرحمن. كتبت الاستقاله. يا استاذ محمد طول بالك. طب طول بالك، الامور ما بتتسرعش كده، مش بالاسلوب دوت وبتاع. قلت له خلاص كده الموضوع انتهى، بالنسبه لي الموضوع انتهى. رحت مكتبي، لميت الحاجه بتاعتي وماشي. قابلني الدكتور محمد عبد الله. طول بالك وانا علمت ومش عارف ايه، وطول بالك والامور تنحل. هو تصادمي صحيح شويه، بس يعني ايه، طيب وبتاع. قلت له لا، ده تصادمي ولا مش تصادمي، ده مش اسلوب شغل ولا طريقه شغل. مش في وسط المستشفى كده وزعيق وبتاع وكلام من ده، احنا مش عربجيه يعني ولا قلة الادب يعني، مش محتاجه، ما اناش ناس صغيره. خدت بعضه ومشيت، ولا ندمت على المستشفى نهائي. يومين لقيت حد بيقول لي انت شاتم الدكتور عبد الرحمن، الدكتور عبد الرحمن زعلان وبتاع. قلت له انا مش شتمتوش. قال لي يا عم ده زعلان وكده. فاتصلت على ابوه عشان اوضح موقفي منه. قلت له على فكره، انا اتصالي ده مش عشان ارجع، انا مش عايز ارجع، بس عشان اوضح موقفي، لان انا ما بحبش حد ياخد عني ان انا غلطت فيه وانا ما غلطتش فيه. عدى عدى شهر، وبدات اسمع كلام تاني، كلام مش كويس. فاتصلت بابوه تاني. فابوه قال لي بكره انا هرن عليك يكون هو جه، وهسمع منه واشوف هو قال كده ولا لا. المهم تاني يوم لقيت ابوه فعلا بيرن عليا. ده بيحلف لي ان ما قال وبتاع ومش عارف ايه. قلت له ماشي. يعني يا اخي هو ما قالش. قلت له ماشي تمام، وسكت. قبضت الشهر، كان متعطل لنا شهرين ونص، قبضنا شهر. اتبعت لي مع رئيس العمال. الشهر ونص التانيين قال لا ما تدولهمش. على فكره خيري، على فكره يا خيري، قول له يبعت لي فلوسي. في 2000 جنيه عنده يخليهم يبعتهم، بتوع مرتبي، بتوع عرقي اللي مش هسيبهم، بتوع عرقي. على فكره يا دكتور عبد الرحمن، منى قالت لي ان انت اللي قلت لها ما تدلوش، والمكالمه متسجله معايا. ابعت لي فلوسي، عيب، حقوق الناس ما بتضيعش. وما تتهمش الناس في حاجات
انت ما انتش قدها. عيب. بعت لي 2000 جنيه بتوعي، شقايه، تعبي. دكتور محمد بس كلمك بدل مره كم مره. وغيره كلمك بدل مره كم مره. بس ماشي. تعالى بقى يا عم خيري في موضوع عمتي بقى. انت يا خيري اللي دخلت عمتي وانا في المستشفى وما عرفتش ادخلها. طب بأمارة ايه؟ بأمارة ما قلت لي انا هكلم الدكتور محمد كمال سلامة، ده صاحبي وحبيبي، وفيستك ما عرفتش تدخلها في الجامعة. بأمارة ما قلت لها هدخلها في كفر الشيخ وقعدت تحاول في التليفون واحنا قاعدين قدام السلامة وما عرفتش. بأمارة ما كنت عايز تدخلها في بلطيم وما عرفتش. لا يا خير، وسعت منك، وسعت منك. على فكرة يا خيري، محمد ابن عمي لسه موجود. انا خدت منه الاشعه ورحت بره الدكتور صلاح وبعتناها للمديريه طوارئ. كانت العنايه عندنا كانت مليانه. وتاني يوم لما فضى مكان، المديريه اللي اتصلت على محمد ابن عمي. ده بس عشان تفهم وعشان البلد كلها تعرف. يا خيري، انت ما عرفتش تقدم ميعاد عمليتك، فاكر؟ عمليتك انت، فاكرها ولا لا؟ يا خيري، اسأل العزبة كلها محمد سليمان ان كان اثر مع حد من اللي دخل العزبة ولا لا، وما كانش خد واجبه تالت ومتلت ولا لا. مش العزبة بس، اي حد اعرفه او ما اعرفوش. عيب، عيب. وحتى لو انت دخلتها، عيب المعايرة. هكررها لك تاني، محمد سليمان متربي على طبلية ابوه. محمد سليمان عمره ما دناها لحد. محمد سليمان عمره ما وطى لحد. وافهم كلامي كويس، واعتقد انت فاهمه. عموما هكررها لك تاني، انت نزلتني الملعب وانا ما كنتش عايز انزل، بس هنزل عشان خاطرك يا دكتور عبد الرحمن. كل الاهانات ما جاتلكش غير عن طريق خير. شتيمتك اللي نشرها خير، كلامه الغلط اللي نشره الخير. يا خير يا كومي، هو الدكتور محمد النجار اهله ما صرفوش عليه كتير؟ ها؟ اما طلعت شنب على فكره الدكتور محمد النجار من الناس اللي اتوسطت لك عشان تعمل عمليتك، للعلم يعني. ها؟ انت عامل بلومه كبيره، بس اقولها لك تاني، انت اقل بكتير من ان انت تحجر على حد وعلى رأي حد، او تحدد لحد يعمل ايه وما يعملش ايه. اقل منها بكتير. وحسابنا بالاصول. هتتحاسب على تلميحاتك السخيفة دي، هتتحاسب بالاصول، وبقولها لك بالاصول، هتتحاسب. وزي ما قلنا في الاول، انتظروني
حلقات كتير جايه وملفات كتير مسكوت عنها، او ناس اتكلمت عنها تاني بس بدون درايه عنها كويس. نتابع ونشوف اللي جاي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.